السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ كي بقيتو هانيين؟ اليوم جيت بغيت نهضر على واحد البرنامج اللي داير ضجه، وخاصه على واحد الكوبل اللي قاس المغاربه كاملين، واللي كيمثلوا المغرب بصفه عامه وكيمثلوا مدينه تارودانت بصفه خاصه، اللي تبارك الله هذه المدينه هذه معروفه على الناس ديالها الجوده والكرم والقلب الكبير. داكشي علاش تصدمنا من شفنا هاد الناس هادو عندهم داك ردة الفعل مع واحد الكوب اللي عطاوه واحد ليطاج. يعني جاتهم جاهم داك ليطاج ديال الطبخ. ما عليكم الا انكم توافقوا عليه وتقبلوا باي حاجه غادي يديرها لكم، لحقاش فينالمون نتوما جايين المسابقه، ما جايينش باش تاكلوا وتشبعوا وتبرعوا مع راسكم. نايضين كتعرضوا على هذا القرار هذا وكتحرشوا الكونديدا، لا نعطيو الجوطون ونحيدوهم وهي معفونه وعندها الضفار، لا لا واه شعرها، لا لا واه هادي. ياك مسكينه البنت اول حاجه ما قلتوا لها الضفار قالت لكم انا نحيدهم كاع في خطره. شنو راه كاينه شي حاجه اكثر من هذه؟ قلتوا الشعر ولا اوف وقالوا لها الطبخ، نط مشات حزمات شعرها وقداتو. ياك طلبت لكم الدره مشات قلبت عليها ما لقاتهاش، ياك طلبت لهم البوني باش يجيها ما جاهاش، طلبت لهم الليغون باش يجيوها ما جاهاش. يعني داك البنت دارت جميع الوسائل باش انها تخليكم في راحتكم، كتفيق بكري، كتسول كل واحد شنو بغى، يعني كتحاول ترضي الخواطر كاملين. والدليل على انها تبارك الله قاده هي انها فاش طيبت لكم اول مره تبارك الله الكونديدا كاملين والامهات شكروا طيابها، الا نتوما احقا لا ما بيهش دايز الماكله، الا جاك الجوع تاكليه، لا لا واه هادي لا واه هادي، ولا كاع مرتو ولا كاع مرت تارودانت هي اللي كطيرني. منين قالت لهم انه انا ما كناكلش كاع ماكلتها في خطره كنطيب، واخيتي الا ما كتاكليش ماكلتها هي مليار، هي جوج د المليار، علاش شاركتي اصلا معاهم؟ وقال لا كوني لا نلوم ولاتي وطيبي راسك وطيبي لعجوزتك وطيبي راجلك اللي كيعيف، علاش حبيبتي وافقتي كاع من الاول؟ وباش زادوا كاع سالاو معايا، هي مسكينه النهار بغات دير لهم مايونيز ومشات كتسقسي كل واحد بوحدو واش كتبغي هاد مايونيز ولا ما كتبغيش، واش كتبغي هذا ولا ما كتبغيش. وفجاه ما حتى واحد ما لقات معاه المشكل. منين جات عندهم لقات معاهم المشكل، مشات اخويا عند مرتك كتسولها اختي واش كتاكلوا هذه ولا ما كتاكلوهاش، حتى اش داك اصلا طير وتغوت لها، ولا تغوت لها ايمان، ولا تغوت لها البرنسيسه، ولا تغوت لها قدوره. انت سوقك خليها هذوك العيالات بيناتهم، خليها بينها وبين مرتك، انت ما تدخلش فيهم. لا لا واهو في الاخر واش كاين بيني وبينكم؟ واش كاين شي راجل كيهز يديه على مرا ولا كيبقى يهضر بيديه كتشاير؟ امبوسيبل. حنا العيالات اوكي وافينا كنهضروا بيدينا كتشاير، مين انت راجل خاصك تحترم الرجال وتبقى محتفظ على الصفات ديال الرجال. واكثر حاجه كرهتني فيهم هي فاش جا عيمات كيهضر معاه تيقول له شوف مرتي ما تهضرش معاها، هضر معايا انا اللي راجل. تيقول له انت يا تتكون راجل بعدا، وانت اصلا راجل اللي جالس كتهز في يديك على مرا، انت راجل. ورغم ذلك عماد تبارك الله كبر عقله وما داهاش في داك الهضره اللي قال، وميك حيت شاف الام ديالو وصلت لواحد الدرجه انها كتبكي. يعني ميك على داك الهضره ومشى عند الام ديالو كيهضر معاها وتيقول لها ما واقع والو خالتي ولا خالتي وما تبكيش. ومرته كذلك حتى هي ناضت ومشات عندها لا خالته ما تبكيش، ما واقع والو. وهي تنقز داك مرته من الجنب، غدا قال لك انا ما كرهتك وكنتي شديتها هي البرنسيسه من شعرها وهبطتي لها باش توريها طنجاوه على ياش قادين. الا كانت هي كتحس براسها عايقه قول لها انا غنوريك العياقه كي دايره. هي البنت مسكينه ما نوات والو، قلبها صافي ومشات عند الام ديالكم كترغبها وكتقول لها خالتي لا حتى شافتها كتبكي وعزات عليها، نط عندها كترغبها وكتقول لها لا خالتي ما تبكيش الله يسهل عليك ولا وحنا ما وقع بيناتنا والو. اش انت كطيري داك الطيران كامل ونوضي كتجري وتهزيها؟ شنو زعما كتحسبي راسك عايقه؟ كتحسب راسها عايقه؟ والله العظيم انا كنبقى جالسه كنبقى نتعصب غير راسي كتعصبني، عرفتي يلعبوا لي على الاعصاب داك النهار تفرجت في داك الحلقه وندمت. واشنو غنقول لكم؟ الله يهديكم الله يهديكم. داك البرنامج راه كيخصو يبين على المستوى ديال المغاربه، ماشي طيحوا بالمستوى ديالنا. راه برنامج عالمي وكتفرج فيه الصغير والكبير وجميع الدول كتفرج في داك البرنامج. بينوا على واحد المستوى اللي زوين، بينوا على الوجه الحقيقي ديال المغاربه، ما تبينوش على التفاهات الخاويه. ناري وفزات طيراتني. هي النهار فاش كانت تصويت ودخلت زعما كاينه داك البيت ديال التصويت وقالت لهم او نو حنا غنساو جميع الخلافات، وكم من بعدا كاينه راه كانت كطيب لكم واخا ما كنتش كناكل ماكلتها ولا هلا فين تاكليها ونقولها ونعاود ناكلها اختي، نقولها ونعاود نقولها تلفتيني. لا هلا فين تاكليها
بغيتي تاكليها كليها، ما بغيتيش تاكليها لا فين تاكليها. المهم داك البنت دارت لي طاش ديالها على أحسن وجه وتستاهل أعلى نقطة، سواء وافقتي ولا ما وافقتيش، وبالشهادة ديال الكونديدا كاملين قالوها بأن داك البنت كانت كتفيق قبال منكم وتوجد لكم وطيب لكم. ما بغيتيش نتي تاكلي انت حرة، وكيف ما قلت لك وعاودت قلت لك، من الأفضل كون كان عزلتي راسك بوحدك وطيبتي راسك وتهنيتي وهنيتينا من الفقصة. باش زادو كملوها كاع في خطرة في البرايم على الدخله اللي دخلات، يلاه جلسوا مازال ما سخنوش حتى بلاصتهم. لاله السعديه بغينا عافاكي ناخد واحد الساروت، واخا خيتي سخني غير بلاصتك بعدا دغيا باش دخلتي باش طيرتي الساروت للداخله، والداخل اصلا قالوها في دار العرسان، قالوا حنا داك الساروت ديالنا غنستعملوه لاي واحد لاي واحد كان غادي يخرج، حنا غادي نستعملو داك الساروت ديالنا، ماشي غنخليوه لينا بوحدنا. ساعه انت باش دخلتي مازال ما سخنتي حتى بلاصتك وانت تنطقي بها. عرفتي راسك يا اختي غاده، كون كان غير مشيتي كنت كنطلب من الله انكم غير تمشيو، ماشي غير انا، المغاربه كاملين كيطلبوها، تيقولوا يا ربي غير ما تبقاوش، حنا كانت الامنيه ديالنا هي انكم تقصاو. ساعه يا اختي وقف معكم الزهر فاش طيرتوا داك الساروت. وشنو غنقول لكم، ما علينا غنزيدو نصبروا عليكم سيمانه اخرى، هادشي هذا اللي كاين. وبما انني جبت البرايم بغيت غير نشير لواحد النقطه، والله الا عزت عليا مسكينه البرنسيسه فاش بكات، فاش تفكرت شي موقف وقع ليها ولا شي حاجه، والله الا عزت عليا مسكينه نشوفوا هاد المقطع هذا ديالها، والله الا بقات فيا. تفكرت واحد الحاجه وصافي. ومع حنا تبارك الله المغاربه فضوليين، كي سالت هاد التصريح هذا هما المغاربه بدا راسهم يضرهم، شنو هادشي اللي تفكرت البرنسيسه، شنو اللي خلاها تبكي، واش شي موقف وقع ليها، واش كذا، وشنو هو السؤال، يعني اول تصويره واش شي حاجه وقعت لها في داك اول تصويره، يعني جا السؤال مع البكا مع التصريح ديالها ديال تفكرت شي حاجه، المغاربه كاملين بدا راسهم كيضرهم. وبيان سور انا وحده منهم، انا بدا راسي كيحرقني شنو هادشي هذا اللي تفكرات وخلاها تبكي. وحتى جا الزوج ديالها اولا الاخ عماد، بداك التصريح ديالو عاد شويه فهمنا. الخيريه ديال اللي كنت فيها انا كانت حداه. يعني من خلال التصريح ديال الاخ عماد كيتبين بان البرنسيسه يعني تفكرت شي موقف كان عاودوا لها عماد، ولا شي سيناريو كان وقع له في داك الخيريه وعاودوا لها، يعني بمجرد ان لاله السعديه طرحت عليهم السؤال طاح في بالها داك السيناريو، داك الشيء علاش ما قداتش تحبس الدموع ديالها وبكات. وهذا الشيء هذا اللي كاين. وحتى لهنا غنكون ساليت الفيديو ديالي، كنتمنى انه يكون خفيف ظريف على قلبكم، وكنتمنى انكم تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وحتى نتوما واش حسيتوا بنفس الاحساس من اتجاه الكوبل ديال تارودانت ولا لا، ولا كنتو كتحسوني بانني ظلمتهم في هذا القرار ديالي وفي هذا الراي ديالي الشخصي، خليوها ليا في كومونتير. اوكي يلا باي باي، تهلاو في راسكم، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو لايك اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.